صباح الخير. تعال أقول لكم على طريقة شاورما سهلة وبسيطة. هي مش زي الشاورما اللي احنا بنعملها اللي هي بيتحط بقدونس هي بس الفرق ان احنا مش هنحط بقدونس في الشاورما دي مختلفة شوية. الشاورما اللي بعملها بتدي للحمة صدمة أول ما بتبدأي تشتغلي. دي لأ، دي انت بتقطعي الخضار زي ما انت شايفة كده، فلفل أخضر وطماطم تقطعيها، حطي في الطاسة على النار زيت، أول ما يسخن انزلي بالطماطم والفلفل الأخضر. بعد كده اركني الطماطم والفلفل الأخضر كده بالمعلقة في جنب كده في الطاسة. وبعد كده زي ما انت شايفة كده الفلفل الأخضر لو مش عايزة تحطيه يكون حراق حطي فلفل رومي. بتحطي خل، حوالي معلقة خل كبيرة. ده خل أبيض أهوت، أنا بحاول أوريلكم من الإزازة، ده خل أبيض مش خل تفاح، لأن الخل التفاح بيبقى حامي جدا. حطينا الخل مع الفلفل الأسود مع ملح على الطماطم والفلفل الأخضر. دي اللحمة اهي، لحمة الشاورما الجزار مقطعها شرايح أصابع. نزلت باللحمة اهيت. هقلبها تقلبتين، ولازم لما تعملي الشاورما تقولي للجزار انك عايزة لحمة بتستوي بسرعة، لانك طبعا لو عملتي الحركة دي في لحمة تكون مش بتستوي بسرعة هتبقى مشكلة وهتاخد معاكي وقت كتير. تمام كده. قلبي اللحمة. طبعا اللحمة لما بتكون صغيرة بتستوي على طول تقلبتين 3 كده وتغلي شوية، وبعد كده خلاص الدنيا تمام. ادي اللحمة هيت قلبتها، وزي ما انت شايفة كده دول 3 فصوص توم بتحطيهم. بس الشاورما تاخد ريحة التوم، وانت بتغرفي الشاورما تبقي تشيلي التوم دوت وترميه، ملهمش لازمة طبعا بس هما بيدوا ريحة. تمام كده. وده ليا اللي هي لية الخروف، قطعتين كده عشان برضو بيدوا للنوع ده من الشاورما طعم وريحة. زي ما انت شايفة كده انا حطيتها مع اللحمة بعد ما اللحمة خلاص هي كده استوت. دي اختياري، في ناس ما بيحبوش يحطوا الحاجات دي ما تحطيهاش، انا عن نفسي بحطها بس وانا باكل ما بحاولش اكلها، يعني انا باكل اللحمة بس الحمرا ما باكلش دي. تمام كده. بس هي بتدي ريحة وفي بقى اللي بيحبها بياكلها. تمام. زي ما انت شايفة كده فلفل اسود، ملح، لو عندك بهارات الشاورما حطي برضو. طريقة سريعة، في اقل من 10 دقايق بتعملي طبق شاورما جميل. تعملي بقى سندوتشات وتعملي جنبيه خضار. انا عن نفسي قطعت كابوتشا، فلفل الوان، خيار، فلفل رومي، وطبعا كايزر، تحطي كايزر اللحمه دي في الكايزر، وتعملي سلطه الطحينه. انت ممكن تعمليها كمان وتعملي جنبها مكرونه وتحطي منها على المكرونه، ممكن تعمليها وتعملي جنبها رز ابيض، فليكي كل الاختيارات والحاجه اللي انت بتحبيها اعمليها. ودي كانت النهارده وجبه غدا سريعه، ما خدتش 5 دقايق، جميله، جربوها هتعجبكم قوي. الفلفل مع الطماطم بيدوا طعم حلو قوي للشاورما. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم وجربوها ان شاء الله. بس ما تنسيش اهم حاجه تكون اللحمه صغيره بتستوي بسرعه، ما تجيبيش لحمه كبيره علشان او لحمه جملي، لان طبعا مش هتستوي بسرعه ومش هتديكي النتيجه المطلوبه اللي انت عايزاها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله.